اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست فاهم قصدي. يا سيدي. النهارده هنتكلم على صحاب زمان، صحاب المدرسه، صحاب اللي في الشغل، الصحاب عموما والقصص اللي ممكن بتحصل والعلاقات وكده. نسال استاذ مارك عشان ما عندناش غيره. اخبارك ايه يعني صحاب المدرسه؟ انا اقدس جدا الصحاب. ده رد برامج قوي ده فعلا. رد برامج دبلوماسي جدا، بس أنا فعلا الصحاب بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. وبحب اللي هو تبقى لسه ان تاتش مع الناس برضو، زمان قديمه على قد ما تقدر، يعني اللي هو بس مش لازم كل الناس تقابلها وتخرج معاها وبتاع، بس على الاقل تسال وبتاع. ودلوقتي بالفيسبوك وانستجرام فانت اسهل حاجه ان انت تعرف اتليست اخبار بعض. يعني لو حد لا قدر الله حصل له حاجه، لو حد حصل له حاجه حلوه، يعني فاهم، تبقى انت برضو متابع الدنيا شويه يعني. ده حقيقي. طبعا الصحاب انت عارف بيكونوا انواع كده، في صحاب بيتاخروا، في صحاب مواعيدهم مظبوطه، في لا يعني هو موضوع التاخير ده متهيألي دي حاجه مصريه صرف. انت بتدي ميعاد 7 على اساس الناس تيجي 8 بس هم بيجوا 9 يعني. ما تفهمش ليه. يعني احنا خلاص احنا وصلنا للمرحله دي وصعب ان انت تعدلها، يعني علشان ما بقتش بتصدق. يعني لما بتقول مثلا احنا هنتقابل الساعه 7 ما حدش بيصدق. انت بتقول 7 عشان انت عارف ان احنا هنتاخر، فانا كده هتاخر، بس هتاخر قد ايه؟ فاهم؟ والموضوع بقى ممل، كارثه. والموضوع ده مش موجود بره. يعني انا فاكر ان في فرح كنا اتعزمنا فيه في الشغل مره، بنت معانا في الشغل عزمتنا على فرحها، والساعه 7 يا جماعه الفرح، احنا جينا 9 ونص كده. ده بدري عامه 9. في ناس معانا كانوا اجانب في الشغل، هم جايين 7 الا ربع. 7 الا ربع هو اصلا القاعه لسه ما اتفتحتش. يعني فاهم؟ وهو مستغرب جدا، يعني ده انا جاي 7 الا ربع يا دوبك، يعني على اللي هو مفيش 10 دقايق ربع ساعه قبل ما العروسه تنزل. العروسه لسه في الكوافير يا بيه. عروسه اللي تنزل دلوقتي. وفي طبعا الصحاب اللي هم بيبقوا يعني هم سويت توكرز، يعني خلينا، يعني هو مش عايز منك اي حاجه ولا انت عايز منه اي حاجه، بس اللي هو حبيبي، لا ده احنا لازم يوم نفطر مع بعض، لازم يوم ننزل مع بعض، مش عارف ايه، لازم نعمل حاجه مع بعض، ظبط وكلمني. ودي طبعا لا انت بتظبط ولا هو بيكلمك، وهي ماشيه. ايوه، انا ليا واحد صاحبي مثلا بقالنا مثلا 10 سنين ولا حاجه، كل رمضان احنا لازم نفطر يوم مع بعض. السنه دي بقى اليوم ده لسه ما جاش، بس احنا في نيتنا ان احنا عايزين نفطر يوم مع بعض. بجد هو دي حقيقة. اما احنا مسيحيين بنقول احنا عايزين نفطر يوم مع بعض. ما تفهمش ليه، بس هو احنا ما اعرفش من الموضوع دي، بس انا بحس ان هي بتبقى يعني جايه من نيه كويسه، ان هو فعلا عايز. بس هو يعني واوقات بقى يعني في ناس مثلا بتبقى فعلا وحشاني وفعلا عايز اشوفه، فاللي هو في نفس المكالمه ظبط وكلمني. طب انت بكره؟ لا بكره مش مشغول. طب السبت؟ لا السبت مشغول. طب الحد غالبا هبقى عيان، الحد انا مسافر اصلا شهر. طب اظبط ايه؟ مش فهو بيبقى اي كلام يعني. ايوه. بس احنا كلنا راضيين وبنحب بعض، يعني مفيش حاجه. ده حقيقي. وفي مثلا الصحاب اللي هم مثلا ايه، تلاقيه مختفي وبعدين يجي لك اوت اوف ذا بلو: مارك حبيب قلبي وحشني قوي، انا متابعك ومتابع اخبارك. إيه الفقره دي؟ مش هتكمل 10 ثواني لغايه ما يطلع بقول لك دي فيها بقى ايه؟ تحويل على انستا باي مثلا، بالزبط. فيها مصلحه وفيها حاجه. انت عندك يعني، انت بتشوف الموضوع ده ازاي يعني؟ للاسف اوقات انت نفسك بتتحط في الموقف ده، اللي هو انا دلوقتي في حوسه ومش عارف ايه، وانا عارف ان جلال هو اصلا بيشتغل في الحته دي او بيعمل الموضوع ده، وهو قريبين يعني، بس انا برضو بقالي كتير ما كلمتوش، فاقوم مكلمه النهارده واحده كده ايه، اسال عليه واقفل. ده تكتيك بس ما فيهوش قوي يعني، المشكله ما بقاش يعني. لا يا معلم، لا مش انا بس بسال عليك، ده انت جيت على بالي قلت اسال عليك. خلصت البتاع 10 دقايق واكلمك. بقول لك انا سالت عليك خلاص. لا بس انا شخصيا انا ما عنديش مشكله خالص في الموضوع ده، بالعكس. يعني لو حد كلمني وبقالي سنين ما كلمنيش وبجد مكلمني عشان مصلحه، يا عم يتكلم عشان يعني لو تقدر تساعده وتعمل له حاجه تمام. انا نفس الموضوع، انا ما عنديش يعني اداني صريحه، يعني ما بتحسسش قوي في فكره، ومش محتاج تقعد تخطط. طب اكلمه قبلها بيومين امهد لا يعني قشطه يعني. أيوة. عشان انا اتخيل انا لو في مكانه هعمل كده، يعني هرفع سماعه التليفون واكلمه: انا مزنوق في كذا، انا محتاج كذا. هي حسب بقى يعني هذا الصديق بيقبلها ازاي او بياخدها ازاي. بس انا زيك يعني، انا عادي يعني. انت لو في حاجه فعلا انا ممكن اديها لك، يعني ما تنزلش تحت كاتيجوري فلوس، انا عادي ممكن اخدمك بعناية. انا كنت لسه هطلب فلوس. لا. وفي نوع تاني بقى من الصحاب، ده بقى اللي بيستفزني جدا: الصاحب اللي هو دايما هيعلي عليك.
لو بجد انا مصدع ده، انا ما نمتش امبارح ساعتين على بعض. يا سيدي احنا مش في مسابقه، ولو انت خدت المركز الاول مش هتكسب حاجه. ايوه بفضفض، سيبنا فضفض. أيوة. وهيجي لك وقت وهسمعك برضه. لا اللي هو انا نمت امبارح الساعه 2 بالليل فانا صاحي، انا نايم الساعه 5 الصبح. امال انا يا ابني، امال انا اقول ايه؟ اما انت مش امال انا دي بتعصبني بطريقه. يا عم ما ماشي خلص، انا شكوى ابدا انت شكوى عادي جدا. خد فقرتك، خد الكادر بتاعك، بس اديني الكيو بتاعي يعني. لا بس في ناس بتحب كده، دايما بيحبوا ان هم يعني كل حاجه تتلف وتبقى حواليهم او بتاعتهم. حتى لو بنتكلم في اي موضوع، قاعدين في اي قعده وكده، حد جاب سيره ايفون ايفون ايه يا ابني؟ ده انت شفتش بقى السامسونج اندرويد مش عارف ايه بتاعي، ده بيقول بابا وماما ده. عارف انت الناس اللي هي بتاعت احنا عندنا في دبي، احنا عندنا في السعوديه. دول الناس اللي اصلا بتبقى مسافره خميس وجمعه. بالظبط. ساعه مثلا نزل ترانزيت دبي بيقول لك احنا عندنا في دبي. نطلع من الكافيه، انا مش عارف السياره بتاعتي رايحه سياره ايه، احنا نستقبل. انا كنت راكنها في الدوران. فينه؟ وطبعا كل الصحاب دي بتتلم في الاخر في واتساب جروب. يعني احنا دلوقتي عندنا هنتلم يعني احنا عاملين عيد ميلاد، عندنا سربرايز بارتي، يلا اوب جروب جديد، عندنا مش عارف ايه جروب جديد، عندنا بتوع المدرسه، بتوع الجامعه، بتوع الشغل، بتوع الاكل، بتوع الشيشه، بتوع كل ناس ليهم جروب. في بقى الصامتين المراقبين. ايوه دول موجودين في اي جروب، ناس ما بتفوتش جمله. يعني اول واحد بيبقى رد، يعني تشوف ان هو رد خلاص وعمره ما بيرد ولا حاجه. طب انت جاي صرصور الحق صرصور. طب انت مش عارف ايه، طب وتعمل له منشن حتى اوقات ما بيردش. مفيش اي حاجه. انا في واحد احنا بنخرج نلعب كوتشينه، احنا عندنا جروب كده اللي هو يا جماعه بولا، فانت عارف الكوتشينه لازم يبقوا 4 يعني اتليست 4. فكل مره ببعت انا يا جماعه بولا، واحد صاحبي يرد انا ان، التاني انا ان بس. وبعد كده ابعت تاني يا جماعه هي فركش ولا فيها، فواحد يقول لك لا ما هو امز جاي. طب وامز ما بيردش ليه؟ صحيح. وكل مره ما بيردش، يعني هي دي مشكله. ولغايه ما انا قلت له يا ابني هو انت، قال لي ما انا جاي. طب انا اعرف منين ان انت جاي؟ يعني طب ما تديني، هو بيجي فعلا بس طب اقول. بس من كتر الجروبس دي بقى وكده، انا بحس ان في ناس اصلا، يعني انت على الاقل في واحد اللي انت بتقول عليه ده ما بيردش بس هو متابع سين بيشوف. في بقى ناس تانية هو لا هيرد ولا هيشوف، وانا مش عارف احنا حاطينه في الجروب ليه. هو واخد مكان على الفاضي، ميوت واركايف، ولو في حاجه اعلى من كده ممكن يعملها برضه. لا وفي كمان بقى اللي انت لما تعمل واتساب جروب وتقعد تتكلم شويه ومره واحده تلاقي ايه، مارك فانوس ليفت ذا جروب. الجروب مره واحده بيتقلب. ايه يا جماعه وايه اللي حصل؟ وفي حد زعله وفي حد قال حاجه وبتاع. يا ابني هو رد عليك اصلا قبل كده ولا مهتم. ليفت ذا جروب دي بقى تحس انها طعنه، ان هي طعنه ان انت تقعد ساكت دي حاجه، ان انت تمشي يا بجحتك يا اخي، ازاي تعمل فيها كده؟ وخاصه لو مشيت بدري، يعني لو هو لسه مثلا سربرايز بيرث داي بارتي لفلان، اول لما يقول لك هنلم 200 جنيه من كل واحد. طب سلام عليكم بقى. السلام انت فرج يا اخويا. انا لا بطيء رامي ده ولا عايز احضر عيد ميلاده، هي فيها لم فلوس؟ لا شكرا. لا بس بتحس بالخيانه الكبيره جدا ان انت ازاي واحد ليف ذا جروب والجروب يتقلب ونقعد ندور عليه. طب كلمته في التليفون، انا بعت له برايفت، انت مشيت ليه مش عارف ايه بتاع. واضح ان هو مش مهتم اصلا. يعني عادي خلاص مش مشكله يعني مفيش حاجه. احنا ربنا وفقنا بقى وخرجنا بعد ما ظبطنا على بعد ما ظبطنا وظبط وكلمني والواتساب جروب وكل حاجه وخرجنا. انا انت عارف شخص اجتماعي جدا، فانا بحب يعني الناس كلها، واحب العدد كل ما يزيد بالنسبه لي يبقى احلى. يعني ما بحبش البتاع. وخصوصا ان في حاجه انا اكتشفتها وما اعرفش لو انت بتمر بيها، ان احنا لو احنا قاعدين 3 أو 4 على ترابيزه واحده وافيهات رايحه راجعه وكلام ما بيخلصش وقصص وحكايات، وتحس ان الوقت مره واحده الساعه بقت 3 الفجر ولازم نمشي عشان عندنا شغل وبتاع، بس الكلام ما بيخلص. حلو. ولكن بقى في بقى اللي هو واحد بقى من ال3 دول يقول لك طب ممكن توصلني مثلا البيت في طريق، فتمام يركب معايا. صحراء. انا في ناس بتعرف، واحس ان الناس كتير في ناس بتعرف تكلمها 1 ل 1، يعني واحد لواحد، يعني عادي انا وانت قاعدين بنتكلم مش محتاجين واحد ثالث. وفي ناس ما انا ما اعرفش اكلم. انا في واحد صاحبي جدا 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 بجد، وكل ما بنقعد في قعده ما بنبطلش كلام، وبنؤمن لي انا وهو اللي بنتكلم مع الناس كلها، بس لما بقعد انا وهو لوحدنا غريبه جدا جدا. بس انا فعلا عندي دي اسئله اللي هو الجو النهارده حر شويه وعمال بكبس بنزين عشان عايز اوصل. انا زهقت منه. ده مش سمول توك، ده احنا ما جيناش. مش لاقي حاجه اقولها.
انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي معاه. عارف انت لما يبقى واحده عندك كراش عليها ومش عارف تتكلم فزي ما عنديش بس كراش. انا الموضوع موتر جدا بالنسبه لي ان انا ابقى مع حد او قاعد مع حد في خروجه او في طريق سفر او في ايا كان ومش لاقي حاجه تقولها او مش عارف حاجه تقول يعني. انا يعني بحس ان هو بريشر، فاهم؟ انت محتاج تقول حاجه. دي طبعا دي بتجي لي جدا، خاصه انت بتجي لي جدا اللي هو لو الدنيا ساكته، لا انا لازم اطلع بحاجه يعني لازم نتكلم. ايه يا جماعه اخباركم في الحرب بين روسيا واوكرانيا؟ يعني نبدا باي حاجه. اي حاجه. انا اخويا بقى خصوصا كده، اخويا الشهاده اللي امل واحد ممكن تقابله في حياتك خالص بجد. لا ممل جدا، ما بيتكلمش خالص ماشي، وخصوصا على التليفون. بس انا فاكر ان هو يعني كذا مره عشان احنا اخوات يعني، فبنسافر اوقات مع بعض، فيكلمني يقول لي مثلا انا طالع الفيوم عندي شغل وبتاع، فما تيجي معايا. فعادي مثلا ببقى فاضي وبتاع، فبركب معاه العربيه. اول 10 دقايق انا عمال بتكلم ومش عارف بقول له ايه وبتاع، وبعد كده عادي يعني انت بيجي لك رايترز بلوك يعني، اوقات مش لاقي حاجه اقولها. يبص لي كده، ايه الملل ده؟ هو انا واخدك معايا ليه؟ ايه واخدك معايا ليه دي؟ انا ليا واحد صاحبي كده، انا اخويا كده، انا زهقت اللي هو انا زهقت. لا قول حاجه. أيوة. يعني ايه قول حاجه؟ وبعد كده في توتر، اقول ايه طيب؟ يعني انت لو ما كنتش قلت الجمله دي كان ممكن اقول حاجه. طب يا ترى اللي هقوله دلوقتي ده حاجه حلوه ولا وبعدين احساس مهم جدا، فكره ان انت تحس ان انت مجرد اداه. امال انا جايبك ليه؟ هو حرفيا انت قاعد في العربيه كده، سليني عشان الكاسيت بايظ مثلا، عشان الطريق طويل، اي حاجه. ضحكني يا قصير. بالظبط. ايه ده؟ فبيبقى فيه بريشر كده اللي هو انت لازم تقول حاجه. في اوقات فعلا مش لاقي حاجه، انا ما ببطلش كلام. بس وبعدين قول انت طيب. لا يقول ايه وايه؟ لا انا جايبك عشان تتكلم. انا مش شغلتي انا دافع فلوس كارته علشان تقعد جنبي تتكلم. طبعا في مفهوم الجدعنه ده، وخصوصا في مصر، ان احنا جدعان قوي مع بعض ومش عارف ايه وبتاع. ده كده يعني ما فيهاش يعني يا باشا رقبتي واللي تؤمر بيه في بقى مواقف بتحصل انا ما اعرفش دي بتتطلب جدعنه ولا شياكه ولا بتاع. مثلا لو انت قاعد، احنا قعدنا في مكان وطلبنا اكل، اكلك انت جاي اول واحد واحنا اكلنا لسه ما نزلش. حلو. البروتوكول هنا بقى بيقول ان انت تستنى قد ايه ما تاكلش لغايه ما انا اكلي ينزل، ولا بتاكل، ولا حسب الناس اللي معاك، ولا حسب الاكل اللي انت طالبه؟ على حسب الاكل اللي انت طالبه. يعني طالب شوربه، يعني لو طالب شوربه هي اكيد هتجيلي الاول. وهتبرد. فبحس انه يعني زي ما انا هستذوق وهقول لهم هستنى حد يقول لي لا، يعني الشوربه هتبرد كده كده، اكلنا لسه ما جاش، يو جو اهيد. طب لو مش شوربه، لو انت، لا احنا كل واحد فينا طالب مين ديش مثلا ولا حاجه، وانت نص الفرخه بتاعتك نزلت وعماله بتطلع دخان. ما هو انت بقى ما بتقعدش تقول لي عماله بتطلع دخان وجوسي ولوسي، هيبقى الموضوع صعب. بس هضطر استنى. طب هتعزم اللي هو اتفضلوا من الفرخه بتاعتي؟ لا طبعا. طب بطاطس طيب. ما البطاطس دي احنا بنجيبها عشان كده، عشان لو اكلك لا يعني هتضطر تستنى. الا لو صمموا بقى. لا ما افتكرش، انا بضعف جدا، انا نقطه ضعفي التصميم. ما افتكرش ان حد بيصمم قوي يعني. بقى انا مشكلتي في القصه دي الكبيره ان انا باكل بسرعه جدا. يعني انا فاست ايت، انا يعني اظبط عليا الساعه، ايا كان انت نزلت لي ايه انا هخلصه في دقايق. ودي مشكله كبيره في الحاجات الاجتماعيه. يعني عادي لو انت بتاكل لوحدك وبتاع خلص عشان وراك حاجه مثلا. انا ما اعرفش، دايما بحس ان انا الاكل ده حد يجي يسحبه من تحتي مش عارف. فاللي هو الاكل بينزل خلص الموضوع. فلما بينزل لي طبقي الاول وانت لسه اكلك ما جاش، لا انا ممكن افرتكه واخد العربيه وامشي وانت لسه اكلك ما نزلش. فانا بستنى مش ذوقيا، علشان بس يبقى فيه حته اللي هو هات وخد، حته ان اوفرلاب فيها. وخصوصا بقى لو انت خارج مع بنت او حاجه، طبعا هم يعني ريلاتيفلي بياكلوا ابطا من الرجاله شويه. فالموضوع يعني انا فاكر مره ان انا كنت في اليابان، كان عندي شغل في اليابان، قعدت شهر كده. ففي مره خرجت انا وواحده معايا في الشغل، وهي جابت بنتها، هي واحده بنت ويابانيه، هم رواق جدا حبايبي فاهم، ومعاها بنتها، وانا طالب طبق كده، والطبق اللي انا جالي هو اصلا صغير يعني، هي طبقها طلع اكبر، هي فاهمه هي بتطلب ايه، اخوك خروف ولا حاجه، طلب بتاعها كده طلعت حاجه عبيطه، وبنتها كمان جابت لها اكل. فاحنا قاعدين بناكل، فهي بتاكل قطمه بتندخ في ربع ساعه، وبعد كده تاكل بنتها قطمه ربع ساعه تانية. انا كل النص ساعه الحرق ده انا مش عارف اعمل ايه. انا بحاول الحس، بقيت بلحس بقى الفراخ يعني، مش عايز انطق، خلاص خلصي بقى. مش عارف بقى بجد، الموضوع بيبقى صعب جدا لما بتخرج مع حد كمان بطيء، بياكل بطيء، وانا اصلا باكل بسرعه. ايوه طبعا. فان انت تستناه، ده استناه ازاي؟ طب اعمل ايه عشان استناه؟ يعني انا طلبت ديزرت، لا ما انا طلبت ديزرت وخلصته وابتديت اكل مع البنت بقى في اكلها اصلا. هعمل ايه طيب؟ خلصي يا حبيبتي بقى، مش
مش هنقعد ساعه. طيب بعد الاكل كلنا وشبعنا الحمد لله، وبغض النظر عن مين كان اسرع من مين وكده، هيجي الحساب. وقت الحساب. موضوع بقى التشيك ونسبلت ذا بيل، ولا كل واحد يدفع اللي هو خده؟ هي دي بقى يعني انا بتعلي لي ضغطي اوقات كونتروفيرشال شويه. علشان انت برضو من جواك في حته كده انت ضارب واحد ميكس جريل وانا خدت سلطه، نقسم الحساب بالنص ازاي يعني؟ بالظبط. والمشكله بقى لما بتبقى يعني ترابيزه مثلا 4 5 او اكتر، وفي مثلا ناس من الشغل بتاع، في حته احراج اللي هو واحد طلع كده قال لك يلا نقسم، خلاص يا جماعه بدل ما نقعد نحسب وبتاع، كل واحد 300 جنيه، وانت عارف ومتاكد ان انت حسابك 20 جنيه، ان انت حسابك اقل من كده بكتير. ايوه. طبعا عيب جدا ان انت في النص ده. لا يا جماعه هتعمل ايه؟ انا معاك، بس انا بحس ان العيب فعلا يعني احنا في الموقف اللي انت حكيته ده، ماشي، احنا 5 6 نفار، وواحد طالب ميكس جريل، وواحد طالب بطاطس، وواحد طالب عصير. انا بحس ان اللي هيتجرأ ويقول نسبلت ذا بيل ده هو اقل واحد طالب، هو اللي طالب العصير. ده لو حد هيقول يبقى هو ده، والتانيين المفروض يقولوا لا انت ما خدتش حاجه، او لا انت ما خدتش زينا وكده. انما اكتر وابجح واحد واخد هو اللي يقول نقسم، لا ده عبط. بالظبط. يعني زمان كنت اللي هو بتكسب زي ما انت بتقول لعيب وكده، بس دلوقتي لا. يعني تقول عادي، انا حسابي كذا، حتى لو شغل وناس شغل بقى، مديرك او مره تقابلهم وغالبا مش تقابلهم تاني يعني. في طب العشم بتاع اللي هو لما بتخرج مع مديرك او حد يعني سينيور عنك، تحس ان هو ممكن يدفع هو يعني. يا عم انا اخر مره اتحطيت في موقف مشابه لده، كان في ايفنت تبع الشغل، ماشي، وقالوا الورك شوب او وات ايفر، يعني هنروح نتعشى بالليل في 4 سيزونز في 8 ريستورانت، 8 at 8 الله، 8 الساعه 8، ماشي. ودي مش دعايه لايت يا جماعه، هو فعلا محل غالي جدا. هي مش دعايه، محدش يروح. المهم رحت عادي يعني، برضه انا برضه اتعشيت في الشغل كتير يعني. ماشي. وبعدين طلبوا بقى ابيتايزرز ومين ديشز، ونقسم ده ونجيب لده بيحب ده ونجيب لده ونشير، يعني احلام ورديه جدا. خلصنا الحساب، التشيك كان رقم فلكي، بس انا ما اتخضيتش مع الشغل يدفعوا. كده كده حد هيشيل. قالت يعني هو ايفر كانت بتليد، قالت يا جماعه على فكره ده الموضوع مش كبير خالص يعني، خلاص قسمي على 11 عدد الناس اللي كانوا موجودين. يا لهوي، يا نهار قسمي، هو انا هدفع؟ لا ستوب، قسم على 10 يا حبيبي. انا يا جماعه انا بطني بتوجعني، لازم اروح الحمام حالا. بس انا انت دفعت، ومن ساعتها وفي ناس ولا رحت ولا رحت الشغل تاني. لا، وفي ناس بقى اصلا بتمشي من غير ما تحاسب، دي طبعا انا كان نفسي ابقى واحد من دول في اليوم ده. صح، ميزه رهيبه. بس ما اعرفش ازاي حد ممكن يعمل كده. نسيت ازاي؟ ما خدش بالي. انت حسابك كام؟ انا هحول لك 75 جنيه. 75 انت تستقبل دفعهم باركينج. طبعا حاجه من الحاجات الجميله السفر بقى، السفر مع الصحاب، خصوصا لو ناس انت قريب منها وفي كيمستري وبتاع. بتشوف السفر ده ازاي بقى؟ والله انا يعني دي حاجه حلوه جدا، خاصه لو انت فعلا مسافر مع حد لذيذ، حد بتحبه او كده، ولكن انت لازم تختار الصديق قبل الطريق. الصديق بجد، دي جمله مش اي كلام. عشان اعتقد ان انتوا لازم انتوا الاثنين تكونوا في نفس الحته، او عندكم نفس الاهتمامات، او عندكم نفس الشخصيه شويه. اذروايز يعني مثلا في نوع من الناس في السفر اللي هو ده بص رايح عايز يخلص كل حاجه 6 الصبح، هو اول واحد واقف في طابور، اول ما يفتحوا الفطار هو واقف بيفطر، عشان عندنا برنامج، عشان في تور ومن 9 ل 10 هنعمل كذا، ومن 11 يعني. وايل ده ممكن يبقى حلو شويه عشان انت عايز تستكشف البلد وتشوف حاجات اول مره تروح وكده، بس انا بحب اخد راحتي يعني مش لازم اعمل كل الحاجات دي، مش لازم اروح اشوف كل المعالم دي واحده واحده يعني. واحده واحده، وبعد كده يبقى فيها شويه راحه، ويبقى فيها شويه راحه يعني، علشان في سفريات كتير اللي هو بترجع من السفر انت عايز اجازه من اجازه، عشان انت تعبان، عشان انت ما نمتش خالص في ال5 ايام اللي فاتوا، حرق صبح وبالليل والظهر وكل حاجه. يعني الناس اللي هي فاهم ما بتضيعش لحظه، فومو اخر حاجه، انا مش عايز يفوتني ولا حاجه. انا ادوم مايند اني عندي شويه فومو صغيرين، بس يعني ادوم مايند يفوتني شويه حاجات. طب احنا لو هنتكلم على الجدعنه بقى، وفي مقوله مشهوره جدا، وقفه الراجل ب100 ست، بس لو جت الست يغر الراجل. دي بقى مش ماشيه ساد بترو. دي جدعنه، الجدعنه هنا بتخلص، او دي بتبدا جدعنه يعني لو انت شايفني يعني في حاجه يعني انت بتتجدعن معايا، صح؟ يعني دي الحاجه اللي هي الاكسبتبل ما بين الصحاب.
ولكن انا مره كنت برضه يعني لو هنتكلم على بره مصر، كنت بره مصر مسافر، كنت انا وواحد صاحبي انا وهو بس. حلو. وكان هو اصلا كان يعني عازمني، يعني قاعد معاه في الاوتيل علشان كان هو عنده ايفنت مع الشغل بتاعه، فانا ما اعرفش اي حد. فهو بالليل قال لي بقول لك ايه، احنا عندنا عشاء تبع الشغل، تعالى كده ايه سلك نفسك معايا وبتاع. قلت له انا ما اعرفش اي حد وبتاع. قال لي يا عم انت احنا واقفين مع بعض مفيش حاجه. فرحت عشاء جميل ومزيكا واكل حلو وكل حاجه، وقاعدين زي الفل انا وهو وبنهزر وبتاع. هوب جت واحده كده اموره جدا 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 وكان هو وهي الحقيقه ابتدى يبقى فيه ملاغاه كبيره. حلو. طيب انا قاعد لوحدي تماما، ووقفه الراجل ب100 مش عارف ايه وهي جت. وصلنا لمرحله ان هو بيقول لي بقول لك ايه، انا ماشي معاها يعني هروح معاها. بالنسبه لي انا قال لي بقى سلك نفسك انت. قلت له طيب. قال لي بس في مشكله، انا معيش ولا مليم، فاديني فلوس علشان لو هي عايزه حاجه يعني اي حاجه. فانا ضربت ايدي في جيبي واديته كل الفلوس اللي معايا عشان ما كانوش كتير اصلا، بس انا كنت عامل حسابها هروح بيهم. اديتهم له كلهم، قلت له يا عم يلا بالتوفيق وخلاص انا هرجع. نزلت بقى من المطعم المنيل اللي احنا فيه ده بدور على الاوتيل بقى، انا معيش لا تاكسي ولا فلوس ولا مش اي حاجه شغاله، فانا معيش فلوس حرفيا. ببص على الموبايل 5%. الاوتيل فين؟ 12 كيلو مشي. ما انا ماشي ما في بقى ما هعمل ايه. طب انت ليه عملت كده يعني؟ ليه اديته كل اللي انا ما معاك؟ كانش في دماغي بقى ان انا يعني ما فكرتش بقى في بعد كده. فانا ماشي كل شويه افتح الموبايل ابص خلاص بقى 3%، تاخد لقطه وتقفل، اخد لقطه واقفل بقى اكمل على طول. قعدت ساعه الا ربع مشي لغايه ما وصلت الاوتيل. وصلت الاوتيل من هنا رفعت رجلي على السرير بتطلع دخان. ثانيتين بالظبط لقيت الواد صاحبي ده فتح الاوضه ودخل. بقول له ايه ده؟ قال لي يا مارك انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. قلت له لا تتكلم في الموضوع ما تتكلمش في الموضوع. هو انت مروح ازاي؟ قال لي روحت بتاكسي. تاكسي؟ روحت بتاكسي بفلوسي؟ قال لي يا عم فكست لي. قلت له فكست لك ولا ما فكستلكش؟ مش مشكلتي خالص. ادعك لي رجلي انا وانت. ده انا محتاج اتعالج. قال لك انا مش عايز اتكلم في الموضوع. مش عايز تتكلم. طب الصحاب بقى، بالنسبه للصحاب وكده يعني والجدعنه في العموم، عندك اي؟ هو في طبعا في ناس جدعان جدا، وفي ناس ممكن تعتمد عليها بجد بحاجه كبيره وحاجه صغيره ومش عارف ايه، وفي بعض الناس التانية ولو يعني مهما كانوا قريبين منك يعني موضوع الجدعنه ده قليل شويه. واحب اذكر تاني اخويا للمره الثانيه. انا حاسس اخوك محتاجين نستضيفه مره معانا. انا استضيفه. قال لي اخ واحد وهو ده مايكل. فده مره مثلا كلمته في يوم من الايام، كنت في مش عارف فين، وكانت الساعه 2 الظهر والبطاريه قطعت مني. في البطاريه. فرحت مكلمه في التليفون، مايكل انت فين وبتاع. زي ما قلت لك قبل كده مايكل ممل جدا، وفي التليفون امل في البيت. طيب بقول لك ايه، انا العربيه وقفت مني واخر الشارع من البيت يعني فاهم، فتقدر تيجي تاخدني؟ هاي ايه نهارك ابيض. بقول لك انا واقف والجو حر وبتاع، انت مش انا كنت اديتك كابلات بتاعه البطاريه دي؟ كان هو خدها مني قبل كده. قلت له مش انا اديتك كابلات؟ قال لي اه. قلت له ما لسه عندك؟ قال لي هو فات عليهم قد ايه؟ هو اليوم اكسبايري يعني انت بترمي الحاجه بقى بتعمل جرد؟ قلت له يا عم فات اللي فات. طب مش العربيه مش في العربيه؟ قال لي مش عارف بصراحه. طب ما تنزل تتنيل تشوف العربيه، هات تعالى ياخدني بتاع ولا حاجه بجد ولا اي حاجه، لغايه ما انا وقفت واحد وعملنا التوصيله ورجعت هنا ثبت له وخلاص. وخدت الكابل وخدت كل حاجه، خدت بطاريته. طب يا جماعه في نهايه حلقتنا عايزين نسالكم كده على الجدعنه بينكم وبين اصحابكم، البرو كود والحاجات الجميله دي. هل في واجب جدعنه بيحصل ولا قله اصل؟ احكوا لنا كده في الكومنتس، واعملوا تاج لاصحابكم الجدعان واللي مش جدعان. وما تنسوش برضو تفعلوا الجرس وتشغل وتحط وتدوس وتشير، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام.